أصدقائي المتابعين لقناة كوبتك كوجي، أهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل هو أحد الأعياد السيدية الصغرى اللي ممكن تكون بتمر على كتير من المسيحيين من غير ما يشتركوا في أفراحها الروحية أو ينالوا من بركاتها الإلهية. وبتحتفل الكنيسة في يوم 8 أمشير بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل ونياحة سمعان الشيخ، واليوم ده هو المرة الأولى اللي دخل فيها السيد المسيح إلى الهيكل. فمن بعد الختان في اليوم الثامن بيمر 33 يوم حسب شريعة موسى، يعني بعد 40 يوم من ولادته صعد يوسف البار ومريم العذراء إلى أورشليم وقدموا المسيح للهيكل. وهناك كان منتظره سمعان الشيخ اللي كان منتظره لأكثر من قرن من الزمان بشيخوخة مباركة. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعوا عنه كما يجب في الناموس، حملوا سمعان الكاهن على يديه، وبدل ما سمعان يباركوا زي بقية الأطفال انحنى هو علشان يتبارك منه، لأن الأصغر يبارك من الأكبر. وسألوا إنه يحلوا من رباطات الجسد، فرقد بشيخوخته المباركة. والكنيسة بتعيش الحدث ده في أكتر من مناسبة. ففي دورة الحمل في القداس الإلهي بيلف الكاهن الحمل في لفايف من كتان ويرفعه فوق راسه مع الصليب، ويدور حوالين المذبح دورة واحدة كأنه بيشارك سمعان الشيخ حمل المسيح. والدورة عبارة عن دورة تسبيح وتمجيد. وكمان الكنيسة بتعيش الحدث في كل دورة حول المذبح وقبل قراية كل إنجيل. وكمان بتذكر الكنيسة الحادثة دي في إنجيل صلاة النوم، وكأنها بتذكر أولادها إنهم يحملوا المسيح في قلوبهم في نهاية اليوم مرنمين مع سمعان الشيخ: الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام. كمان بتذكر الكنيسة حادثة دخول المسيح الهيكل في صلاة سر المعمودية والتسبيحة والتماجيد. وقراءات العيد اترتبت بحكمة روحية عالية. فهنلاقي المزامير في مزمور العشية، المزمور بيقول: قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح، أوفي للرب نذوري في ديار بيت الرب، قدام كل شعبه في وسط أورشليم. أما مزمور باكر: أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتي. وفي مزمور القداس: اذبحوا لله ذبيحة التسبيح وأوفي العلي نذورك، ذبيحة التسبيح تمجدني وهناك الطريق حيث أريك خلاص الله. وبنلاقي المزامير بتتكلم بعذوبة فائقة عن الذبيحة والخلاص والنبوة عن دخول السيد المسيح مع أبويه للهيكل علشان يقدموا الذبيحة فداء وتطهيرا. فياخد سمعان الشيخ المسيح على ذراعيه معلنا أن هذا هو الذبيحة الحقيقية والذي يطهر العالم. كمان بتتكلم عن التسبيح مشيرة لصلاة سمعان الشيخ وتسبيحة حنا النبية. أما عن قراءات الرسائل فهنلاقي البولس بيتكلم معلمنا القديس بولس الرسول عن ناموس موسى وإزاي أصبح لنا بسبب مجيء المسيح الخلاص، فأصبحنا بنعبده لا عن طريق الممارسات الطقسية والشرائع كالختان، ولكن بنعبده بالروح فلا نتكل بعد على الجسد. أما الكاثوليكون فبيشير معلمنا بطرس الرسول إلى نبوات الأنبياء اللي تمت بمجيء المسيح وميلاده المجيد، فأشرق لينا نحن الجالسين في الظلمة نور الخلاص. أما عن الإبراكسيس بيتكلم سفر الأعمال عن مجيء المسيح وإزاي بمجيئه هتنال جميع الأمم الخلاص، لأنه هيعيد خيمة داوود الساقطة ويقيمها ثانية. وعن قراءات الأناجيل هنلاقي في إنجيل العشية بيذكر فصل الإنجيل حوادث ميلاد المسيح الابن البكر ويوسف البار والعذراء مريم اللي كانت بتحفظ الأسرار في قلبها. فبيقدم لينا الإنجيل أبوين المسيح يوسف البار ومريم العذراء اللي باركهم سمعان الشيخ، واللي كانوا بيتعجبوا عن اللي اتقال عن المسيح من شهود الميلاد ومن أقوال الملائكة وأليصابات وزكريا والرعاه والمجوس وسمعان وحنا النبية. أما في إنجيل باكر بيوضح لينا علاقة السيد المسيح بالهيكل كإله الهيكل ومجيئه للهيكل وإزاي كان أبواه بيروحوا كل سنة أورشليم في عيد الفصح. وبيكلمنا كمان عن حادثة وجود المسيح وهو عمره 12 سنة بين المعلمين، وكل الذين سمعوا بهتوا من فهمه وأجوبته. وكمان بيذكر قول المسيح لأمه: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ وبكده يكون بيشير لخدمته اللي بداها في سن 30 بحسب شريعة التكريس المذكورة في سفر اللاويين. أما عن إنجيل القداس فبيكلمنا عن دخول السيد المسيح للهيكل بعد 40 يوم من ولادته، لما قدموا يوسف البار وأمه القديسة الطاهرة مريم للهيكل باعتباره الابن البكر، مع تقديم ذبيحة التطهير اللي بتنص عليها الشريعة. وإزاي استقبلوا سمعان الشيخ وكلامه عن الطفل ونبوته عن الأم العذراء، وعن القديسة حنا النبية اللي ابتهجت بالطفل وكانت بتكرز بمجيئه وتسبح الله، وعن شريعة التطهير وتقديم البكر،
ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم أمه يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. قضت شريعة موسى أن المرأة التي تلد تكون نجسة تقصيا 40 يوم لو ولدت ذكر و80 يوم لو ولدت أنثى. وبعض التفاسير عن تضاعف المدة في حالة الأنثى بتقول لأن حواء هي التي أخطأت في الأول، والمرأة التي تلد لا تمس أي شيء مقدس ولا تجيء إلى القدس حتى تكمل أيام تطهيرها. وبعد ما بتنتهي المدة دي بتذهب إلى الهيكل وبتقدم خروف ذبيحة محرقة أو فرخي يمام أو زوجي حمام ذبيحة خطية، بتقدمها للكاهن اللي بيقدمها قدام الرب فيكفر عنها لتطهيرها. ولو ما قدرتش الأم إنها تحضر خروف بسبب الفقر فبتقدم فرخي حمام أو زوج يمام. وكانت شريعة التطهير في العهد القديم رمز لذبيحة المسيح اللي قدم نفسه وصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، لأن كل شيء حسب الناموس بيتطهر بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. علشان كده بالرغم من أن يسوع لم يكن محتاج للختان لكنه اختتن في اليوم الثامن حسب الشريعة، وإنه في الأساس بلا خطية ولا يحتاج للتطهير أو تقدمة ذبيحة، لكنه صار تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ومع أن العذراء مريم الطاهرة ولدت المسيح وهي عذراء وبتوليتها مختومة لأن حبلها كان بالروح القدس، لكنها خضعت لشريعة التطهير كإحدى النساء اللواتي يعتبرون بالولادة نجسات، وقدمت تقدمتها فرخي حمام أو زوج يمام. وخضعت السيدة العذراء بتواضع عجيب لتنفيذ الشريعة فمرضتش تكسرها، وفوق كده فهي كانت بتخفي سر التدبير الإلهي في قلبها، فجت للهيكل كإحدى النساء لتقدم الذبيحة عن تطهيرها، وهي اللي كانت في سمو طهارتها وبتوليتها أعظم من الملائكة. وأخيرا كل سنة وحضراتكم طيبين، أتمنى للجميع عيد مبارك، وليملأ المسيح إلهنا بيوتنا وقلوبنا بالبركة والنعمة، وأشوفكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.